كتير بنسمع في حياتنا إن الاستمرارية هي النجاح، أو الاستمرارية هي سبب النجاح، بس عمرك سألت نفسك ليه؟ أغلب الناس اللي بتتكلم عن الاستمرارية بتقولك إن أنت لازم تفضل تعمل الحاجة بشكل مستمر، وده حقيقي. تفضل تقولك إن الاستمرارية بتعودك على إن أنت بقى عندك روتين ثابت، فخلاص بقى ده جزء من روتين حياتك، وده حقيقي برضه. لكن الحاجة اللي ممكن ناس كتير ما تقولهاش ليك في نقطة الاستمرارية هي فكرة ان اصلا الفرص بتيجي من الاستمرارية. يعني الاستمرارية مش هي شرط النجاح، الاستمرارية هي النجاح نفسه. يعني عمر الفرصة ما كانت بتيجي للإنسان وهي بتقول له أنا فرصة تعالى، يعني حاجة شكلها جميل كده بتقول له تعالى خدني أنا فرصة. أنت لو خدتني حياتك هتتغير. عمرها ما بتيجي كده. دايما الفرصة لما بتيجي للإنسان بتيجي في شكل كلمة كويسة، كلمة سمعها في مكان، في شكل موقف قابله في حياته، في شكل تجربة، في شكل حاجة مختلفة. الحاجة ديّة دايمًا هي اللي بتكون الفرصة متغلفة جوّه، أحيانًا بتبقى في شكل ابتلاء. إحنا لمّا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مثلًا على سيدنا يوسف، كان السجن هو ده الفرصة اللي منها الابتلاء اللي كان منه الانطلاقة بتاعة سيدنا يوسف. فأنت مش عارف أصلًا هي الفرصة هتيجي لك فين. أنت مش عارف هتقدر تعمل ده إزاي. فالفكرة في الاستمرارية إن هي بتخلّيك موجود في الوقت المناسب وفي المكان المناسب عشان تقدر تغتنم الفرصة اللي جاية لك. أنا فاكر في مرّة كنت مسافر وبنستورد من برّه. كنت في الإمارات يعني. ف كان عندنا مشكلة كبيرة جدًا في السوق. إحنا بنشتغل في الملابس، إن إحنا مش لاقيين خالص الجواكت، مش لاقيينها في أي مكان. سألنا كتير جدًا ولفينا وعملنا. بعد ما خلّصنا قبل ما نسافر بيوم وخلاص، إحنا يعني بقى عندنا حالة إحباط، يعني مش عارفين هنوصل لإيه. لقينا تاجر من ضمن التجار اللي إحنا بنكلمهم بيقول أنا عندي المنتجات ديّة أنا ما أعرفش هي عاملة إزاي. ممكن تاخدوا الكمية اللي عندي كلّها. لو أنتم خدتوا الكمية كلّها، ادّانا سعر هو بنُص السعر اللي ممكن يتباع بيه في السوق، في آخر يوم قبل ما نسافر بيوم واحد. حتى إحنا ما لحقناش ناخدها، والمستخلص الجمركي هو اللي راح خدها من التاجر وإحنا سافرنا عشان نلحق الطيارة بتاعتنا. أنا قعدت أفكّر وقتها، هو إحنا لو ما قعدناش لمدة 10 أيام كل يوم بننزل، وقبلها لما كنا موجودين في مصر بنسأل كل يوم، هل كنا هنوصل للفرصة دي؟ مش ممكن، مش ممكن كنا هنوصل للفرصة دي. من القصص الجميلة قوي في موضوع الفرص ده قصة سيدنا سلمان الفارسي. يمكن الراجل ده من أكثر الناس اللي قصته جميلة، من أكتر الناس اللي قصته مؤثرة قوي، لأنه هو خد رحلة طويلة جدا وهو بيدور على الحق. يعني هو قعد يدور كتير. هو كان عنوان الرحلة بتاعته إن هو عايز يدور على هو شايف إن اللي موجود عنده ده مش الحق. وهو شايف إن هو محتاج إن هو يسافر أو يروح أي مكان فيدور على الحق. تخيلوا إن هو كان فارسي أصلا في فارس، سافر العراق وبعد كده سافر الشام، خد جولة كبيرة جدا جدا لحد ما وكل سفرياته ديت هو مش عارف يوصل. يعني مفيش حد عارف يدله على اي حاجه. لحد ما في سفريه من السفريات بتاعته حد قال له ان احنا موجودين في زمن اللي هيبعث فيه احد الانبياء. احنا بنتكلم، بيقول له ان في نبي هيبعث من العرب. تمام. ده في وسط مئات من الناس اللي هو اتكلم معاهم، وكلهم محدش دله على حاجه في الاخر. الغريب في القصة إن سيدنا سلمان الفارسي أصلا كان في قومه من الأغنياء ومن الأسياد في قومه. طلع بطوله وحيدا كده بيدور عشان بس عنوانه إن هو بيدور على الحق. تخيلوا إن هو كمان اتاخد عبد، يعني بعد الرحلة ديت، وحد كان من سادة قومه اتاخد عبد. ولما اتاخد عبد راحوا بيه فين؟ راحوا بيه الجزيرة العربية، راحوا بيه المدينة المنورة. وهنا كان اتكتب ليه ان هو يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ رحلته، وتبدأ قصة سلمان الفارسي اللي كلنا عارفينها، وغزوة الخندق، وكل الحاجات اللي احنا عارفينها عن الراجل العظيم ده. في السيرة. تخيلوا هو اصلا الفرصة ديت كانت هتجيله لو ما كانش طلع من عنده وسافر للعراق. ما لقاش في العراق حاجه، سافر الشام ما لقاش في الشام حاجه. هو لو ما كانش راح العراق وراح الشام ما كانش هيقابل الراجل اللي بيقول له ان احنا على رأس زمان هيبعث فيه نبي. تمام.
لأ، وييجي الابتلاء كمان اللي هو طب تعالَ بقى أنت هتتاخد عبد. هل هو عبد؟ كان ممكن اللي ياخده عبد يودّيه أي دولة تانية، يعني مش شرط كان ياخده يودّيه الجزيرة العربية، مش شرط. وبالتالي فاللي أنا عايز أقوله هنا إن فكرة الاستمرارية، هو هنا استمر بيبحث عن الحق، هو العنوان بتاعه إن هو بيبحث عن الحق، ما سافرش العراق فلقى الحق مش موجود في العراق ورجع تاني فارس. فزوّد شوية لحد الشام فلقى برضه الشام لأ ما فيش برضه اللي أنا عايزه مش موجود. هو ما رجعش، هو في الآخر هو حاطط ده عنوان، أنا هاستمر أيًا كانت الظروف، أيًا كانت الأسباب. أي حاجة أنا لو هاتكلم عن نفسي، فأنا أي حاجة حلوة قابلتها في حياتي أو أي حاجة نجحت فيها كان سببها الرئيسي هو الاستمرارية. كان سببها الرئيسي إن هو أنا قعدت شهر و2 و3 فبسبب الموضوع ده حصل حاجة غريبة أنا مش متوقعها، موقف غريب أو موقف اتحط على موقف، على كلمة، على حاجة تانية حصلت، ففي الآخر اتكوّنت الصورة الجميلة اللي بيها اتحققت حاجة ناجحة. وأي حاجة أنا فشلت فيها كان سببها إن هو أنا عملت الموضوع مرّة أو 2 خلاص أُحبطت، مش هاكمّل خلاص شكرًا، لإن أصلًا أنا مش موجود. أنت لو بتتكلّم إن أنت تاجر، فأنت لو مش موجود في السوق فأنت مش موجود، فأنت مش جاهز. هي فكرة الاستمرارية هي إن أنت جاهز لتقبُّل أي فرصة هتقابلك، فالفُرَص ديّة أنت جاهز لها، لإن الفرصة دايمًا بتحتاج إيه، الفرصة دايمًا بتحتاج ناس جاهزة دلوقتي. فأنت لو مش موجود وقت الفرصة، الفرصة ديّة هي دايمًا بتمشي. الفرصة ديّة إحنا لو مثّلناها فهنمثّلها إن هي حركتها زي حركة السحاب، حركتها مستمرة. هي مش واقفة، هي مش مستنياك تقول لك أنا هنا وأنا فرصة، لأ هي الفرصة دي متحركة، وهي ماشية في طريقها كده بتقابل فلان، أنت لأ أنت مش جاهز، خلاص سيبك منه، كمّل يالّا اللي بعده، أنت لأ أنت مش جاهز، يالّا اللي بعده، وهكذا لحد ما توصل في مرحلة تلاقي شخص الراجل ده استمر كتير أوي، طب طوّر في مهاراته، فهو already مهاراته تؤهّله للفرصة ديّة، اشتغل على حاجات كتير، فالفرصة بتيجي عند النقطة ديّة بتقول له بتسلِّم على الشخص ده وتقول له أهلًا، أيوه هو ده اللي أنا كنت مستنيه من بدري. فبالتالي الفرصة وحركتها المستمرة ديّة هي السبب الرئيسي والوحيد اللي ممكن معاها يعني النجاح له أسباب كتير جدًا، تمام؟ كلّها بدون الاستمرارية لا تساوي شيء. لو الاستمرارية موجودة فحُط جنبها أي حاجة تانية، إن أنت بتتعلّم، إن أنت بتقرأ، إن أنت بتذاكر، إن أنت بتعمل أي حاجة تانية، تمام؟ هتقدر إن أنت تقدر تحقق حاجة. لكن الاستمرارية وإن أنت تفضل تكون موجود في الوقت اللي الفرصة هتعدّي فيه، تمام. فلا يمكن لو أنت واقف في طريق تاني إن أنت هتقابل الفرصة، مش هتقابلها على الطريق أصلًا، تمام. لكن طول ما أنت مستمر في احتمالية في المحاولة رقم 10 إنك تقابل الفرصة، في احتمالية في المحاولة رقم 100 إن أنت تقابل الفرصة، تمام. فتقدر أنت والفرصة تلتقوا مع بعض، فتقدر إن أنت تحقق نجاح. لكن أنت لو مش موجود، أنت لو مش مستمر فأنت مش موجود، فعدم وجودك هو عدم وجود للفرصة. بالتالي عدم وجودك هو عدم وجودك في أي وقت من أوقات الفرصة، سواء وهي ماشية أو الفرصة وهي بتتكوّن قدّامك، هي معناها إن أنت غير موجود، فبالتالي أنت مش هتقدر تستثمر أي فرصة. فاللي أنا عايز أقوله النهارده، أول حاجة إن الاستمرارية هي النجاح، والحاجة التانية إن إحنا محتاجين إن إحنا نستمر على أي وضع. أنا محتاج إن أنا أستمر، لو أنا تاجر وخسرت كذا خسارة، ممكن أنزل للحد الأدنى أوي، بس أفضل أكون موجود في السوق. لو أنا باعمل أي حاجة، لو أنا صانع محتوى، أنا محتاج إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا باعملها كل يوم، أو الحاجة اللي أنا اتعودت إن أنا أعملها كل أسبوع أيًا كانت ظروفي، ما لهاش علاقة بقى بظروفي النفسية، ما لهاش علاقة بظروفي الحياتية، ما لهاش علاقة بالتحديات اللي بتقابلني، ما لهاش علاقة بأي حاجة. ليه؟ لإن هي معادلة، هي دي معادلة ليها علاقة بمعادلة النجاح. أنت لو مش مستمر فأنت مش موجود، وأنت لو مش موجود فأنت مش هتقدر تكون ناجح. خلاص، هي المعادلة محتاجة الصورة التكاملية ديّة عشان تقدر إنها تكمّل بعض، فبالتالي تقدر تشوف الصورة كاملة، كإنّك بتكوّن puzzle. الpuzzle ده لا يمكن يتكوّن لو الpuzzle ده من 100 قطعة وفي قطعة معيّنة ناقصة فيه، فأنت محتاج إنّك تكوّن الصورة كاملة. فلمّا الصورة تكمل في وقت ما من الأوقات هتقابل الحاجة أو الحاجات اللي هي هتتحط جنب بعض فتكوّن الpuzzle ده، فتقدر إن أنت تحقق معادلة النجاح أو معادلة الحاجة اللي أنت سواء بقى في تجارة، سواء في business، سواء في freelance، سواء في أي حاجة أنت بتعملها، في تعليم، في أي حاجة أنت عايز إن أنت تعملها. بس دي النقطة اللي كنت حابب إن أنا أشاركها معاكم النهارده. إن شاء الله كل الناس اللي بتسمعنا تحاول وتفضل مكمّلة، تفضل مستمرة أيًا كانت الظروف. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.